السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. أهلا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا من نواعم العيد. هنعمل مع بعض الغريبة من الوصفات اللي مكوناتها سهلة جدا وبسيطة وبتطلع طعمها في منتهى الجمال. أهم حاجة تمشي على الخطوات والمقادير مظبوطة علشان تطلع معاك النتيجة ولا أروع من كده ولا أجمل. طبعا الغريبة فيه تريكات بسيطة جدا لازم تاخدي بالك منها، هنقولها مع بعض واحنا في الفيديو، لأن طبعا مكونات الغريبة مكونات سهلة. اهم حاجة عندي مش المكونات بس، لا المكونات ومعايا كمان طريقة التحضير وطريقة العجن وقوام العجينة نفسها اللي تقدري تعرفي منها ازاي ان الغريبة كده بقى قوامها مظبوط. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. معايا مبدئيا مقدار كيلو من الدقيق، بياخد نص كيلو من السمنه وربع كيلو من السكر. طبعا ما بناخدش كيلو الدقيق كله، ممكن تاخدي 750 جرام من الدقيق، 800 جرام على حسب نوع الدقيق عندك وعلى حسب ما هيتشرب معاكي من السمنه. لكن انا بحضر معايا الكيلو بياخد منه على حسب ما العجينه بتاخد معايا. ببدا اضرب معايا السكر كويس جدا كده مع السمنه لحد لما يبقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه، طبعا بالمضرب او بايدك. السمنه بتكون بدرجه حراره المطبخ في الشتاء، في الصيف بتكون طالعه من التلاجة. معايا تركه مهمه لازم تضيفيها على الغريبه بتديكي طعم حلو جدا وقوام مظبوط قوي في الغريبه، هي بياض البيضه. بتحطي بياض بيضه على الغريبه وتضيفي عليه ذره من الفانيليا وذره من الملح. تبداي تضربي تاني كل المكونات اللي عندك لحد لما تبقى كريميه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده ببدا اضيف معايا الدقيق تدريجي، ببدأ من اول نص كيلو وبعد كده بضيف تدريجي على حسب العجينة ما بتاخد معايا. عجينة الغريبة ما بتكونش عجينة قاسية، لازم تكون العجينة معاكي ناعمة وحاسة بقوام السمنة معاكي في العجينة علشان تطلع معاكي دايبة وناعمة وطعمها حلو. لكن لو انت عملتي الغريبة بالدقيق زيادة شوية بتطلع معاكي العجينة مكتومة، ما بتطلعش طعم الغريبة ابدا. زي ما انتم شايفين القوام اللي انتم شايفينه في ايدي ده قوام الغريبة. ازاي تعرفي ان الغريبة معاكي ناجحة؟ بتاخدي معاكي كرة زي كده وبتبدأي ان انت تضغطي عليها، لو ما شققتش معاكي طلعت ناعمه بالشكل اللي انت شايفاه ده يبقى كده مقدار الغريبه مظبوط. هي حسيت ان هي شققت معاكي وحاسه ان العجينه لينه بتزوديها شويه من الدقيق، لكن حافظي على القوام المظبوط للغريبه عشان تطلع معاكي مظبوطه. بتبداي ان انت تكوري الغريبه بالشكل اللي انت شايفاه على صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص. معاكي بقى اختيارات براحتك كده في التزيين، تقدري تزيني فورماسيل، تقدري تزيني بكريسب شوكولاته، بالملبس، باي حاجه حابه ان انت تزيني بيها. نبدا نزين الغريبه بالشكل اللي انتوا شايفينه. هندخل بقى على تسويه الغريبه. الغريبه بتتسوى على درجه حراره 170 100 ل 150 على حسب الفرن بتاعك. يعني الغريبه بتكون نارها هاديه جدا يا جماعه، اقل كمان من نار الكيكه. ما بتاخدش لون، اللون بتاعها بيكون لون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. ما بشغلش من فوق، بشغل من تحت بس، وتطلع معاكي الغريبه بالشكل اللي انت شايفاه. في الاول بتطلع معاكي العجينه سايحه شويه، بعد كده ما بتطلع في الهواء بتنشف معاكي وبتبقى بالشكل اللي انت شايفاه. اهم حاجه يا جماعه معايا دي الغريبه بعد ما طلعت معاكي، اهم حاجه ان الغريبه ما بتاخدش لون من على الوش، هي لون بسيط خالص من تحت عشان تطلع معاكي طعمها حلو. كل ما بتقعد معاكي الغريبه كل ما بتدوب وطعمها بيحلو كمان اكتر. اهم حاجه ان نوع السمنه اللي انت بتستعمليه يكون سمنه كويس، يعني سمنه بلدي بتدي طعم ونكهه مختلفه جدا للغريبه. ممكن تعمليها سمنه مختلطه بس الاغلب يكون سمنه بلدي، لان السمنه البلدي هي اللي بتظبط طعم الغريبه. دي كانت وصفه الغريبه معانا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.